ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بطاطس في الفرن بالفراخ بطريقه بسيطه جدا وسهله ومن غير اي تعقيدات. لو انت جديده في المطبخ هتعمليها بكل سهوله، وكمان بتركات وتفاصيل هتودي طعمها في حته تانية خالص. تابعي معايا الفيديو ان شاء الله تستفيدي. لايك وشير واشتراك لو محتواه يهمك. نشوف مقاديرنا مع بعض ونقول بسم الله. معايا هنا فرخه وزنها مثلا كيلو ونص، ما تزيدش عن كده خالص، وبقسمها نصين كده بالظبط زي ما حضرتك شايفه كده، مش منفصلين، نصين بس. وبعدين مش بفتح الجلد من قدام، بفتحه من سلسلة الظهر زي ما حضرتك شايفة كده، علشان اقدر ان انا احشيها بالخلطة بتاعتي والخلطة ما تخرجش منها في السوا. معايا بصلاية، ومش هشيل الجزء اللي من تحت ده علشان لما ابشرها ما تفكش معايا، وطماطمية، ملح وفلفل اسود وبابريكا وجنزبيل وحبهان وورق لورو. من كل حاجة نص معلقة، ما عدا الملح معلقة صغيرة. كل حاجة نص معلقة صغيرة. هبشر البصلاية، وبشر البصل هنا هيديني طعم مختلف تماما عن لو هضربه في الكبة. سبحان الله، يعني البصل لما تقطعيه غير لما تبشريه، غير لما بتعمليه في الكبة. وكمان هاخد بشرة طماطمايه بتخلي طعمها حلو قوي، وكمان الفراخ من جوه بتكون جوسي جدا. حطيت نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة من الملح، ومعلقة من البابريكا، ونص معلقة من الحبهان وورق اللورو المطحونين، ونص معلقة من الجنزبيل. هافرك الكلام ده كله كده مع بعض لغاية لما ريحة البصل معايا تطلع وتكون ريحتها قوية جدا جدا. وبعدين هحشي بيها الفرخة. الخلطة دي لما بتعمليها وتبيتي بيها الفراخ مثلا من يوم او ساعتين تلاتة، بتفرق جدا في الطعم. المهم ان انت تبيتيها ليلة او ساعتين تلاتة، بتفرق جدا في طعم الفراخ. شايفة الفتحة اللي في الظهر دي؟ انا بعملها علشان خاطر اخلي الفراخ بتاعتي ما يخرجش منها الخلطة. وبعدين بحشيها من الظهر بالشكل ده كده، وبمشيها الخلطة كده بالراحة جدا، هتمشي معاكي جوه الجلد بطريقة سهلة جدا وبسيطة قوي. انا هنا طبعا الفراخ مغسولة ومنقوعة في محلول ملح، اللي هو بحط فيها الفراخ في ملح وخل وليمون وسكر وفلفل اسود حب وورق لورو وحبهان، وبسيبها منقوعة ساعتين. وبعدين اشطفها شطف عادي جدا جدا، في الاخر اغسلها بمعلقة طحينة. وبعدين بصفيها كويس وبحشيها بالخلطة اللي قدام حضرتك دي كده، بتطلع طعمها ولا اروع. لو هتسلقيها او لو هتعمليها في الفرن بالطريقة دي، او لو هتحطيها على صينية فراخ، بيكون طعمها تحفة. انا هنا تبلت الفراخ، وبصراحة هبيتها لتاني يوم. تمام، ممكن من ساعتين لتلاتة تسيبيها كده برضو هتديكي نتيجة تحفة جدا. تاني يوم بقى عملت البطاطس. بجيب بصلاية بعملها في الشباسة حلقات، وطماطم حلقات، وفلفل حلقات. وبعدين احط بقى فلفل اسود وملح. الملح معلقة والفلفل الاسود نص معلقة، ومن كل حاجة نص معلقة. بابريكا وكزبرة، وكمان معايا حبهان وورق لورو. وهنا لو حابة تضيفي جوزة الطيب براحتك، مش حابة زي ما تحبي. انا بحط رشة بسيطة من جوزة الطيب، ونص معلقة من الثوم المفروم، معايا هريسة الفلفل الاحمر، بتبقى طعمها حلو قوي. وبعدين هفرك الكلام ده كله مع بعضه لغاية لما ريحة البصل برضو تطلع، وتكون طعمها، قصدي سوري، ريحتها واضحة كده، وريحة التوابل بانت. هنزل على طول بثلاث بطاطسايات. انا قطعتهم شرايح، ما تكونش لا سميكة ولا رفيعة، يفضل ان هي تكون وسط زي الحجم اللي قصاد حضرتك ده كده بالظبط. وهقلب الكلام ده مع بعض كويس قوي لغاية لما الاقيها خلاص اتشربت من بعضها. هحط هنا معلقتين زيت او 3 زيت. انا مش هكتر دهون، وهحط معلقة واحدة بس من السمنة، ومش هكتر خالص علشان الفراخ بتاعتي هتنزل كل الدهون اللي فيها على البطاطس، وبصراحة بتخلي طعمها حلو جدا. انا مش بحب صينية البطاطس اللي بتبقى كلها صلصة، بحب صينية البطاطس اللي بتكون اشبه للناشفة شوية، بتكون طعمها احلى بكتير. هرص البطاطس كده بطريقة مظبوطة، وبعدين هنزل عليها بكوباية من عصير الطماطم المضروب ومتصفي. زي ما حضرتك شايفه هنا، دي كانت طماطم انا مفرزاها، كنت سلقاها وضربها في الخلاط ومصفياها. هحط مثلا كوبايه، وهسيب قد نص كوبايه كده هحطها على الفراخ. مش بحب احط خالص طماطم كتير. وبعدين هوزع الطماطم فيها بالشكل اللي قصاد حضرتك ده كده، وهحط الفراخ على الوش.
احب اقول لكم ان الفراخ بيطلع طعمها تحفه، وبتودي صينيه البطاطس في حته تانية. الفراخ لما بتتعمل مع البطاطس بيبقى طعمها تحفه قوي. وهحط حبه الطماطم اللي فضلوا مني، عصير الطماطم، على وش الفراخ علشان تديلها لون المشوي، بتخلي اللون تحفه قوي. وحطيت لها سبايسي كده، فلفل سبايسي بتديلها طعم حلو قوي. هغطي بفويل وهدخلها فرن يكون سخن لمده ساعه، وعلى نار يعني شبه وسط، يعني مش عاليه قوي ومش هاديه قوي. وهدخلها لمده ساعه لغايه مثلا نقول ساعه الا ربع على نار متوسطه. وبعدين هفتح لها الشوايه تطلع معايا بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده كده، تحفه. والفراخ دايبه دوب، وريحتها بصوا بتقلب البيت. بجد حلوه قوي قوي، ومفيده ويعني وسريعه. ولو انت عندك شغل تقدري تعمليها من بالليل وتحطيها في التلاجة، تاني يوم تخرجي تحطيها على الفرن على طول. وده كان شكل طبقي في الاخر. عملت معاها طبعا رز بالشعريه وسلطه، وطعمها تحفه قوي قوي قوي. جربي البطاطس بالفراخ بالطريقه دي هتعجبك جدا. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون سهل وبسيط، وقلت لكم حاجات ولو بسيطه. اشوفكم في وصفه جديده من وصفات اسراء. سلام.